السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بمحبي الألعاب الرياضية والألعاب المختلفة. ولو عندك طفل من 3 سنين ل 12 سنة 15 سنة 20 سنة، النهارده الفيديو ده ليك أنت. ليه؟ جايب لك فيه مبدئيا سكوترات، وجايب لك باتنجات، جايب لك تشكيلة كبيرة جدا من السكوتر، وجايب لك تشكيلة جميلة جدا ومتداولة من الباتيناج. هنبدأ النهارده بالسكوترات. أوكي؟ في سكوتر حاجة زي دي كده، ده اسمه سكوتر دبابة. السكوتر ده مبدئيا بيجي بثلاث ألوان زي ما حضراتكم شايفين. الوزن بتاعه ممكن 2 كيلو ولا حاجه، او كيلو ونص مثلا. بيجوا بصوا الكواليتي بتاعه بلاستيك كله بس، وفي موسيقى. اوكي، والبلاستيك بتاعه قوي يعني. وفي ميزه في الدبابه، يعني بص لما تحتاج مثلا تكبره او تصغره من هنا بالشكل ده كده، بنصغره كل ما يكون الطفل اصغر بنصغره له، ولما يكون الطفل كبير حسب الطول اللي محتاجينه. في ميزه في الدبابه مثلا مختلفه شويه عن باقي السكوترات. بص لما نيجي نحود، التحويده بتاعه بكيرف كده بالشكل ده. شايفين ازاي الميلان؟ اوكي اهو بالشكل ده، ده او ده. ده التحويده بتاعت سكوتر اسمه الدبابه، وبينور طبعا، الوانته جميله جدا. ده من 3 سنين ممكن ل5 أو 6 سنين، لانه ما بيتحملش وزن كبير. في الاعلى منه بشويه، ثمنه ممكن في متناول 450 مثلا، في رينج 400 يعني. في حاجه زي كده اعلى شويه، حصل خير مفيش مشكله. بص في حاجه زي دي اعلى شويه، ده يجي 4 كيلو ولا حاجه، اتقل كتير يعني، الضعف بتاع ده. اوكي، نفس الفكره، وتحسوا ده اسلس بشويه. الوزن تقيل زي ما حضراتكم شفتوا، البلاستيك تقيل جدا بتاعه. برده فيه ميوزك ونور، موسيقى ونور بالشكل ده. الاطراف بتنور، الوانه جميله برده. اوكي، بيكبر ويصغر، والكواليتي بتاعه المعدن هنا اقوى من ده. في بعد كده بقى نعدي على النوع المعدن، وده اكتر شيء متداول. المعدن ده الوزن بيتحمل ماكسيمال، اقصى وزن ممكن 25 كيلو او 30 كيلو. فده شيء برضو مش جميل يعني. ده اهو كده. اوكي، تبدا تمشي بيه، والكاوتشات بتاعته سلسه برضو وجميله. ولما نحتاج نكبره او نصغره، بصوا في هنا زي زرار كده بندوس عليه، نفتح دي ونقوم منزلينه او رافعينه حسب الطول بتاعنا مثلا كده اللي محتاجينه. وهنا لما نحتاج نجمعه بالشكل ده، نفك دي سنه ونقوم عاملين كده كده، اتجمع بالشكل ده. حابين نفرده، هو كل السكوترات نفس الفكره دي. اوكي، بنقوم جايين كده بالشكل ده، نفرده ونقوم لافين دي حبه ونقوم قافلينه. اوكي، وهنا نعليه برده زي ما احنا حابين او حسب طول الطفل بالشكل ده. نفتح دي ونقوم شادينه ونقوم قافلينه بالشكل ده. اوكي، في منه 3 الوان بيجوا، الاخضر والبينك والازرق. هم وقعوا طبعا بس هنكمل الفيديو على كده ان شاء الله. مبدئيا في بعد ده حاجه اعلى سنه، ده في متراوح مثلا 350 جنيه اللي انا لسه شارحه دلوقتي. في ده اعلى شويه، ده بيتحمل وزن مثلا 35 كيلو اهو بالشكل ده. بيجي معاه فرامل، وبيجي برده 4 الوان. ده الخامه بتاعته اعلى من ده بشويه كوزن يعني، والكاوتشات بتنور، وجاي معاه سوسته. اوكي، هنا في سوسته وهنا مفيش سوسته. نركز لما نيجي نشتري السكوتر، هنا في سوسته، شايفين السوسته؟ هنا مفيش سوسته. السوسته مهمه جدا جدا جدا، لان السوسته لو بنلعب في شوارع مثلا فيها مطبات وفيها مشاكل كتير، السوسته بيكون لها عامل كبير ان هي تحافظ على السكوتر. اوكي، ده نفس الفكره نفس اللون. في بعد كده الجامبو بتاعهم، ده سكوتر جامبو. بصوا مبدئيا السكوتر ده جميل جدا جدا جدا. ده يتحمل لنا ممكن نقدر نقول من 50 ل 60 كيلو اقصى حاجه. بيجي بالشكل الجامد ده، السوسته بتاعته قويه زي ما حضراتكم شايفين، والخامه بتاعته اعلى شويه. بصوا الكاوتش اصلا فرق قد ايه ما بين دي ودي، يعني في فرق شاسع على فكره. دي كبيره جدا وبتنور برضه كده زي ما حضراتكم شايفين، وخامته جميله وجاي معاه جرز. بعد كده نيجي عند الدبابه الخفيف شويه ده الدبابه في متراوح ال 500 برضه. بيجي بالشكل ده، بيكون هو عباره عن معدن هنا كده اللي شايل الوزن كله، ودي بلاستيك بس قويه برضه، خامتها حلوه جدا. ونفس الفكره بيتحمل وزن 50 كيلو او 70، من 50 ل 60 كيلو يعتبر بالشكل ده. وده جميل برضه، خامته جميله جدا على فكره، حلو. بس هو الناس بتخاف منه، بتحسوا الشكل بتاعه مش عاطفي من قدام، بس خامته جميله وكاوتشاته قويه. بعد كده نيجي بقى للجوكر بتاعهم او القائد العظيم بتاع الاسكوترات. مبدئيا ده لو انت عايز تجيب سكوتر وتنسى نفسك وتلعب عليه مع اولادك، السكوتر ده بيجي بالوان جميله جدا. اوكي، اللون الاسود، شايف الطول بتاعه قد ايه، وسريع جدا جدا جدا. يعني ده ممكن نستخدمه اصلا لمشاوير البيت
انت متخيل؟ سريع، كاوتشات قويه، بيتحمل ل 120 كيلو مثلا. يا نهار ابيض، تقيل جدا. ايه بيجي معاه هنا زي الركانه دي. بصوا الكاوتشات بتاعته سريعه، والفرامل بتاعت الباتيناجات كلها مبدئيا بتكون من ورا. يعني انت ماشي كده بتقوم دايس كده كده وقفت. اوكي، ده طبعا ده وده في منه كذا شكل بينزل. الشكل ده رفيع، اوكي، وده العريض شويه، بس بيتحملوا نفس الوزن. يعني مبدئيا الاثنين بيتحملوا نفس الوزن. وبعد ما خلصنا السكوترات على خير، الحمد لله تمت على خير، نعدي بقى على الباتيناجات والترند اللي طلع 2023 وطالع 2024 و2025 بتهيالي. سكوترات في انواع كتيره جدا، بس نبدا بالحاجه بتاعت المبتدئين شويه. اوكي، في هنا نبدا بالسكوتر ده الصف الواحد اسمه، او السيف. في ناس كذا ليه كذا اسم يعني. كاوتشات بتاعته بالشكل وبالطريقه والفنيات الجميله دي. بينزل هنا ده كذا شكل، بس ده اشهرهم. ده معدن، اوكي، وده هنا بلاستيك، بس بلاستيك مقوى تقيل جدا يعني. الكاوتشات بتاعته سلسه اهم حاجه، وبتنور الكاوتش اللي قدام بس. اوكي، بيكون التحميل الاساسي على ده وده وده زي ما تقول استبن كده. هنا بقى بيجي، تعالوا نعرف. بصوا مبدئيا بيجي اول حاجه الباتيناجات كلها بتيجي 3 مقاسات المتداوله والمشهوره جدا. اول مقاس من 31 ل 34، بعد كده من 34 ل 38، بعد كده من 39 ل 42. دول المشهورين جدا. ازاي بقى بنكبرهم ونصغرهم؟ بصوا كده، ده تكبير وده تصغير. اوكي، تكبير تصغير. وده طبعا امان، بيجي مع امان بالشكل ده كده، على اساس انه يكون يحافظ على رجل الطفل بالشكل ده. الطفل بيلبسه، بعد ما يلبسه بيجي معاه رباط. اوكي، بيبدا يربط الرباط، وبعد كده بالشكل ده. دي امان على اساس ان هي تمسك على الرجل، ما يحصلش للطفل اي اصابه. ودي نفس الفكره عشان تكون محكمه جدا على الرجل، لان لو في فراغات ده خطر جدا على رجل الطفل طبعا، او رجل الشخص الكبير مبدئيا. ده نوع. النوع الثاني طبعا ده لو انت حضرتك خايف على طفلك، خايف تبدا بالنوع ده، ممكن تبدا بالنوع ده. ده امن شويه لانه 4 عجله. اوكي، بيجي زي ما حضراتكم شايفين الفرامل بتاعته قدام كيرف بسيط لقدام كده. نفس الفكره هناك، نفس ال3 مقاسات برضه، ومن هنا بيكبر ويصغر. امان امان برضه. وعلى فكره السمك بتاعه قوي ما شاء الله يعني، على اساس انه يحافظ على الرجل. ده اكبر مقاس فيهم. اوكي، شايف قد ايه ما شاء الله، زرافه. بعد كده نخش على النوع ايه البسيط والجميل بتاع الاطفال الصغيره، 3 سنين ل 6 سنين ممكن نقدر نقول. السكوتر ده ممكن نلبسه على شوز، وممكن الباتيناج ده سوري، ممكن نلبسه على شوز، وممكن نلبسه ايه على شراب عادي. بيكبر ويصغر من هنا كده. اوكي، بنتحكم في الطول من هنا. اتحكمنا هنا مثلا، بعد كده بنقوم ايه رابطين كده. وجميل على فكره، وامان يعني، بسيط جدا في السواقه بتاعته اهو بالشكل ده. وخامته جميله برده مش وحشه يا جماعه. بصوا الفنيات بتاعته والفرامل بتاعته من قدام. نسينا نقول الصف الواحد في تركايه كده قبل ما ننسى. بصوا بيجي هنا، بتيجي رجلين اليمين والشمال اهي مثلا، في دي ودي، يمين وشمال. دي الشمال، واللي فيها الفرامل دي دايما اليمين. اوكي، بيكون جاي فيه فرامل في رجل واحده بس، دي الفرامل في اليمين. يعني الشمال بتكون جايه بالشكل ده، واليمين بالشكل ده، عشان ما تروحش ايه، عشان تكون معلومه ليك انت. بعد كده نبدا بالحمايه. لو انت برضو خايف على طفلك، ممكن تشتري له حمايه شبه دي كده. بتكون جايه الخوذه، خوذه امان جدا وخفيفه على الراس يعني، وبتكون جايه 6 قطع. اوكي بالشكل ده. بيجي خوذه، وبتيجي 2 لليدات او الدراعات من هنا، وبيجي 2 للرجل. اوكي، وبيجي 2 هنا لمعصم الايد. والخامه بتاعتهم جميله على اساس ان الطفل ما يتاذيش. بتيجي بالوان كتيره جدا، يجي 4 أو 5 الوان. وده كانت نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش بقى تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس.